وتمنوا عودة ماهر الأسد، فجاءهم أبو محمد. هنا معاقل فلول النظام السابق اللاذقية وطرطوس، وجهتان لجولة قام بها الرئيس السوري أحمد الشرع بعد زيارة إلى إدلب ومخيماتها ومن ثم حلب. لم يكن يحلم السوريون يوما بهذه الزيارة لمكان جغرافي عمد نظام الأسدين على عزله عن وطنه الأم. ولم يكن يتوقع المشاهد أن يرى الساحل السوري لأول مرة يعبر عن انتمائه العميق للوطن والمواطنة. زيارة تأتي في وقت لا يزال فيه الساحل السوري يشهد بعض التوترات الأمنية، فسرعان ما عكست الجماهير المحتشدة الفرحة تفاعلا لافتا مع قدوم الشرع. فهل تحمل زيارته رسائل سياسية بشأن مستقبل الساحل السوري؟ وهل هي خطوة لترسيخ الاستقرار في هذه المناطق؟ كيف تقرؤون زيارة الشرع؟ وما الذي تعنيه في سياق المشهد السياسي الحالي؟ شاركونا آراءكم.